السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عامله بقى النهارده وصفه القرنبيط بطريقه كده جديده ومختلفه، وازاي يطلع مقرمش معاكي بطريقه الكريسبي. يلا بينا نبدا الفيديو، بس متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. جبت بقى القرنبيط كده وشلت الراس بتاعتها من ظهر علشان خاطر القرنبيط يتفك معايا بكل سهولة. هغلي مية طبعا واحط فيها ملح وكمون، وهسيب طبعا القرنبيط يتسلق كويس. وبعد كده هجيب الهراسة بتاعتي اهرسها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بهرسهاش قوي، يا دوبك تبقى مفرولة معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبتدي احط ملح وفلفل وكمون، ومعايا هنا بهارات كاري. زي ما انتوا شايفين كده هتبلها كويس جدا. وطبعا حطيت حبة من الشطة الحمراء، وكمان هحط بقى البهارات بتاعتي وعليهم بضاية. زي ما انتوا شايفين كده هفرك التوابل دي كلها الاول مع بعض. بعد بقى طبعا ما قلبتهم كويس، وبعد كده هبتدي طبعا احط البضاية وعليها حبة من الفلفل الاسود. زي ما انتوا شايفين كده انا بقلب كويس جدا. وبعد كده طبعا هحط البيض وعليها شوية من الفلفل الاسود، وهبتدي طبعا اقلبهم كويس في بعض. بعد كده بجيب البقسماط، بفضل طبعا احط في البقسماط الناعم كده لحد طبعا ما القرنبيط يتماسك معايا واقدر اعمله على شكل كورة. زي ما انتوا شايفين بفضل احط حبة بحبة كده لحد ما يبتدي يلم معايا. هنا طبعا بدأت القرنبيطة تلم معايا كده واقدر اعملها على شكل كورة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ببتدي اجيب طبق صغير وهحط كوباية من اللبن صغيرين وعليهم معلقة كبيرة من الدقيق. هقلبهم كويس في بعض، وهبتدي طبعا اعمل الكور بتاعتي واحط الكورة في اللبن بالدقيق. وبعد كده هحطها في الكريسبي. ده كريسبي يا جماعة اصفر، انا بجيبه من عند العطار، هو اللي بيخلي القرنبيط معايا مقرمش كده وشكله حلو جدا. ده بصوا بالشكل ده. وده شكلها بقى طبعا بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا. تعالوا بينا بقى نحمرها في الزيت ونشوف هنحمرها ازاي. جبت بقى الطاسة وحطيت شوية من الزيت وغليته كويس جدا، وهبتدي بقى احط الكور بتاعتي كده وهحمرها كويس قوي لحد ما يبقى لونها ذهبي بالشكل ده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ وطالعه مقرمشه بجد وحلوه جدا، وكمان طعمها رهيب، كأنك بالظبط جايبه فراخ. ودي حاجه بقى مختلفه وجديده وكمان مش مكلفه خالص. بجد جربوها هتعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.